اهلا بيكم يوم جديد ويوم سعيد عليكم باذن الله. نبدا مع بعض دلوقتي جوله حلوه جدا جدا هنستكمل فيها باقي جولاتنا من كارفور علشان نشوف كل الاسعار بتاعه الشاشات وكمان التلاجات والغسالات وكل حاجه عن الاجهزه اللي موجوده في كارفور، ونشوف العروض كمان اللي عاملها كارفور في عيد ميلاده. بس يا ريت ما تنساش تدعمني لو اول مره تشوف القناه، ما تنساش تشترك فيها، ولو حضرتك موجود معانا ما تنساش اللايك. شوف دلوقتي الشاشات مع بعض. كارفور متنوع بالشاشات بتاعته في كل تقريبا الماركات، في اسعار متنوعة، اسعار كلها في متناول الجميع، واسعار برضو غالية جدا، وماركات عالية وماركات متوسطة، في كل الفئات اللي تناسب كل الناس موجودة في كارفور سيتي سنتر. الشاشات موجودة بتنوع زي ما حضراتكم شايفين. دي شاشة عاملة 8600، دي عاملة 4700. طبعا ماركات كتيرة جدا، شارب، ال جي، يونيون اير، كل الماركات هتلاقيها متوفرة في مكان واحد، يعني مش هتلف في اي مكان عشان تشوف شاشة واحدة، لا انت هتروح المكان ده هتلاقي كل اللي يناسبك موجود فيه. دي برضو شاشة عاملة 2400، سعرها حلو جدا على فكرة. تجيبها لحجرة أطفال، لريسبشن صغير برضو تنحط فيه كده، مش فلوس أصلا يعني. بالنسبة للوقت اللي احنا موجود فيه 2500 مش كتير على شاشة يعني. دي برضو عاملة 2500، بي تي سي. الشاشة دي 43 بوصة، عاملة 5900. طبعا كل التفاصيل مكتوبة على الشاشة، كل شاشة مكتوب عليها كل المميزات اللي موجودة فيها. دي الشاشة دي عاملة 3000 جنيه. جنبها بالظبط نفس المقاس برضو عاملة 7000 جنيه. الشاشة دي حلوة جدا. طبعا دي بوتاجازات زانوسي. دي غسالة برضو زانوسي برضو. منتجات زانوسي حلوة جدا. انا جبت البوتاجاز ده، حلو، سعر حلو وجودته كويسة. بإذن الله ابقى اعمل لكم ريفيو عنه. دي كلها اسعار التلاجات فريش، عاملة 11300 تقريبا. التلاجات طبعا بتتقاس، في ناس بتقيسها بالقدم وفي ناس بتقيسها باللتر. طبعا التلاجات كلها رفعت جدا، يعني في اسعار الواحد بيسعق لما بيسمعها بصراحة. دي كلها الغسالات الفوق اوتوماتيك بالاسعار بتاعتها. طبعا دي غسالة ما شاء الله 25000. نستكمل مع بعض باقي الشاشات. تنوع كتير جدا جدا من الشاشات موجودة، بيبدأ من أول الشاشات، بتبدأ من أول 2500 معاك لحد تقريبا 25000. دي يعني شاشة زي دي عاملة 18000. شاشة زي دي عاملة 2900. في كل حاجة، في فرايتي من أسعار الشاشات، وكمان الأنواع كتير جدا. دي الغسالات فوق، دي الغسالة الأوتوماتيك. احنا شفنا في أول الفيديو الغسالات الفوق أوتوماتيك، دي الغسالات الأوتوماتيك كاملة بالأسعار بتاعتها.
بالمقاسات. وبرضو هنشوف مع بعض دلوقتي غسالات الاطباق. بس يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات تحت، لان انا عايزه غساله اطباق. ايه افضل نوع لغساله الاطباق؟ سمعت ناس كتيره جدا بيكلموني بيقولوا لي ان غساله الاطباق ديت ملهاش لازمه. يا ترى فعلا هي ملهاش لازمه، ولا فعلا بتريح ست البيت في الشقه بتاعتها؟ وهل هي عمليه اكتر، ولا بلاش اني اجيبها خالص؟ وايه افضل نوع؟ يا ريت تكتبوا لي وتساعدوني في الكومنتات، تكتبوا لي افضل نوع لغسالات الاطباق ايه. دي كلها اسعار البوتاجازات. ده ماكس يونيون اير. ده فريش. ده كريازي. ده برضو كان شكله حلو جدا. ده ما شاء الله، ده يعتبر التوب. عامل تقريبا 15 ونص او داخل على 16,000. اه والله. خلي بالك لا صورتك بتطلع في الكاميرا، ها. طب وبعدين؟ اسعار البوتاجازات كلها اه شفت. بقت بشوف. عالية جدا، ولسه تقريبا كمان هتعلى اكتر واكتر الفترة الجاية. دي بقى الفرن بالاسعار. فرن الكهربائي. متنسوش يا جماعة تشتركوا في القناة وتدعموني. شوفوا ايه الاماكن اللي انتوا حابين انزل اصور لكم فيها، وانا هنزل اصور لكم اللي انتوا حابين تعرفوه عن اسكندرية. ده مولينكس خلاط ميانتا، عامل عروض حلوة جدا. ده برضو خلاط ميانتا. ده الكاتل عامل 200 جنيه. ده برضو خلاط مولينكس عامل 659. دي كلها العجانات. مولينكس منزل انواع كتيرة جدا من الخلاطات العادية بأسعار حلوة. ده طبعا كامل مولينكس بالكبة بالهاند بلندر. ده هاند بلندر عامل 1200. ده كاتل عامل 519. دي كلها أسعار الكاتل. وده مكان القهوة. دي كلها الخلاطات اللي موجودة بالأسعار في كارفور. خلاطات بالكبة، وخلاطات عادية من غير كبة.
ده طبعا براون، سعره رفع جدا. انا افتكر كنت من 4 5 سنين كنت جايباه ب1150، رحت دلوقتي لقيته عامل 5000 وشوية. سبحان الله. دي ماركة فريش. طبعا برضو انا جايبة براون، عائلة براون اللي هي الكبة بالهاند بلندر، بس في مشكلة حصلت فيه، فياريت تكتبولي التوكيل بتاع اللي يعرف توكيل الهاند بلندر بتاع براون فين في اسكندرية يعرفني في الكومنتات، عشان عايزة اودي لهم الهاند بلندر. دي طبعا المقلاة اللي بدون زيت، حلوة جدا جدا على فكرة وعملية، بس هي في الكهرباء يعني شوية. دي العجانات تاتش، ماركات كتيرة جدا وانواع كبيرة. دي مفارم اللحمة، شوايات برضو، سخانات. دي مضرب البيض، وده الهاند بلندر بانواع مختلفة واشكال مختلفة. كل حاجة انت عايزها هتلاقيها موجودة في كارفور، يعني مش هتخش المكان ده وتدور على حاجة ومش هتلاقيها، لا هتلاقيها. هتلاقي على فكرة اسعارها اقل من بره كمان، مش داعية ليهم خالص والله. بس فعلا البوتاجاز انا جبته من بره فرق عن كارفور 200 جنيه او 300 جنيه. دي كلها المكانس والشفاطات. دي المكانس. دي المكاوي بالاسعار بالماركات. يلا اشوفكم في جولات كتيرة جدا عن اسكندرية الجميلة. ما تنسوش لو اول مرة تشوفنا على القناة ما تنساش تشترك فيه، لو حضرتك موجود معانا ما تنساش تعمل شير للفيديو ولايك. اشوفكم على خير. جولات كتيرة جاية عن اسكندرية والعروض اللي موجودة في اسكندرية ومطاعم اسكندرية وشواطئ وكل ما يخص اسكندرية. اشوفكم على خير.